يا صباح الجمال، يا صباح الهنا، يا صباح الفل، يا احلى اخوات واحلى حبايب واحلى اهل ليا. انا بحبكم في الله والله العظيم، 3 بحبكم من الفيديو اللي فات للفيديو ده. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. هنغني ورده بقى ولا ايه يا لولو؟ هقول يلا. بس انا بحبكم بجد، احلى ولاد واحلى اخوات من كل الدول العربيه اللي عندي قدام. واهلا بالناس اللي هتشترك جديده، حبايب قلبي على راسي من فوق، واللي بيعملوا لي اللايكات الجميله دي والكومنتات الجميله. قالوا لي بقى ايه يا ماما يا لومي، اتكلمي على ازاي نوفر ونحوش ازاي. احنا عايزين نوفر ونحوش، هقول لكم هنوفر ونحوش ازاي. بس قبل ما نبدا بقى ان شاء الله بالصلاه على النبي، صلوا على النبي وزيد النبي صلاه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا قناتي كوبايه شاي مع لومي، اختكم لومي، حبايب قلبي، انا بحبكم. بصوا بقى ان شاء الله هنعمل ايه مع بعض، احلى سلسله فيديوهات جميله جدا كمان عن التحويش وبصي ازاي تحوشي وازاي تشيلي من فلوسك وانت الميزانيه بتاعتك معلش على قدها مش كويسه. معلش يا حبيبتي، كل الدنيا مزنوقه، كل الناس مزنوقه، وربنا يعين كل واحد على شيلته. بس الست الشاطره المدبره الموفره هي اللي هتمشي زي الناس، وهي اللي مش هتحسس جوزها بالعجز ولا تحسس جوزها ان هو معهوش فلوس او ان هو يدوبك على القد. هتمشي البيت باحلى اكل واحلى شرب، وهيبقوا مستورين، وما بديش ايدي لحد ولا اقول سلفيني يا فلانه ولا سلفيني يا علانه ولا استلف من هنا واجي اخر الشهر اسدهم وبعدين يبقى عليا فلوس تاني واستلف تاني واسد. لا، الحته دي شيليها من قاموسك ابدا. انا ما بحبهاش، انا ما بحبش السلف، السلف تلف، انا ما بحبوش. طب هنعمل ايه يا لومي؟ طب اقول لكم هنعمل ايه النهارده. هنعمل ايه؟ هنوفر وهنحوش. طب ازاي؟ انا باخد مثلا اقول ايه 4000 جنيه او 3000 جنيه 5000 جنيه الاكل، الفلوس اللي انا باخدها او المصروف اللي انا باخده من جوزي هنحوش. هتحوشي ازاي؟ بصوا حبايب قلبي، انا دلوقتي بنجيب الفطار نعمل الصبح. ما انا لازم ادبر بقى، ما انا هنزل الصبح السوق، بس مش هنزل كل يوم، لا انا هنزل ادور في السوق كله هبرمه كده عشان اجيب الحاجه رخيصه. تمام، اتفقنا؟ دي اول حاجه. تاني حاجه ما كترش في الحاجات علشان ما تتراكمش على بعض وتبوظ. تالت حاجه هجيب الحاجه المهمه، وبعدين الاهم المهمه اللي هو ايه. هنجيب الفطار الصبح ايه؟ هنجيب فول وندمسه، هنجيب طعميه ونعملها طعميه في البيت، فول مدشوش ونعمله في البيت، هنجيب جبنه قريش ونحطها نعمل نصها بالجبنه الكريمي باللبن كده وجبنه الكريمي، والنص التاني جبنه قريش عشان هنجيب بطاطس عشان نحمرها، عشان جنب الفطار مره بطاطس جنب جبنه، مره فول جنب طعميه. مش لازم ايه كل يوم فول وطعميه وكده والكلام ده عشان ما يزهقوش. الفطار والعشاء نفس الطريقه. اعملي مثلا كيسه كيكه بالليل عشان دي العشاء جنب كوبايه شاي بلبن وخلاص وكان الله بصير عليه. طبعا الظهر بقى اللي هو الغدا بنجيب اللحمه بنقسمها، كل واحد حته لحمه زي حتتين. حته اللحمه كيلو اللحمه بنقسمه على 3 او على ايه، على مرتين زي ما عدد افراد اسرتك. احنا ممكن ناخد كل واحد حته، يعني الكيلو مثلا يتعمل على ايه 12 حته، نعمله على 12 حته على 3 مرات لحمه. نجيب مثلا فرختين نقطع الفرخه ايه، نجيب الفرخه 2 كيلو نقطع الفرخه على 8 قطع، هنبقى الفرخه على مرتين. نجيب فرختين على 4 مرات، او مثلا بلاش فرختين نجيب نص كيلو كبده نعمله برده على مرتين كده. احنا مش معقوله ان احنا هناكل لحمه وفراخ. هنجيب عدس، هنجيب عدس اصفر، هنجيب عدس ابو جبه دوت، هنعمل كشري، هنعمل عدس اصفر، هنعمل باميه ويكا، هنعمل مسقعه، هنعمل كل اللي انت تتخيليه، هنعمل بابا غنوج جنب بطاطس محمره مثلا، هنعمل شكشوكه، هنعمل عجه. طول الشهر هنمشي على كده. طب هتعملي ايه يا لومي بقى؟ نشيل ايه بقى؟ هتشيلي كل يوم مثلا يعني انت لو اليوم عندك ب 100 جنيه او 125 جنيه او 200 150 جنيه في اليوم، مثلا ب 4000 ونص في الشهر بتاخدي. بنشيل جزء، بصي بنشيل جزء، اللهم صل على النبي، نشيل ظرف للايه؟ للنور، ظرف للميه، ظرف للنت، ظرف للغاز. تمام، ظرف للنت، يعني 4 اظرف: كهرباء، نت، غاز، ميه. دول شلناهم على جنب. طيب في ايه تاني؟
مفيش ايه تاني. طب الاكل، جبنا بقى ايه؟ الرز وجبنا المكرونات وجبنا مش عارفه ايه، ونشيلهم. والطماطم نجيبها، نجيب الحاجه الطماطم وهي رخيصه ونقوم عصرينها وعاملينها مصلصلينها ونشيلها في الفريزر. دي بتبقى عندك حاجات بتتشال، بتشيلي منها، بتبقى عندك البيت شغال والفلوس دي موجوده زي ما هي. طب هنعمل ايه بقى بالفلوس التانيه؟ هتشيلي كل يوم 50 قرش، جنيه. لا يا رب مش جنيه، هنشيل مثلا 50 جنيه. ما هو ايه 150 في اليوم ب 4000 ونص، هنجيب حاجات ب 100 جنيه. هنشيل 50 جنيه منها. ال 50 دي هنحطها هنا في الحصاله. بصوا دي علبه كنز، شايفين؟ نشفاها من جوه. هنشيل فيها، نبرم الفلوس ونقوم حاطينها فيها. دي الفلوس الصحيحه، نقوم غطينها كده قافلينها. بتتشال، ما بتعرفش فيها فلوس، بتشيلها في حته مخفيه. الجردل ده بتاع جبنه، بتاع مايونيز. هتعملي ازاي؟ اهو بنقوم فاتحينه وهنحط فيه الفلوس الفكه والخمسات والعشرات. ولما يتصححوا مثلا 100 جنيه او شايلها حطها هنا، 50 جنيه او حطها هنا، واخداها ايه مصححها من الفلوس اللي انا هصرفها بره، اقوم فكه من هنا واقوم حطها هنا. بصوا جامده جامده وتتشال كده. عايزه تجيبي حصاله بقفل جيبي. انا بقول اللي هي ما عندهاش مثلا استعداد تجيبي حصاله وفلوس على القد وتشيل مع الفلوس دي، هتشيلي وهتحوشي. هتقعدي تعملي بقى بيها ايه؟ هنشيلهم لمده معينه، مش هنصرفهم كده على طول هباء، لا، ده انا هشيلها لمده معينه. ايه هي المده يا لومي؟ لو مثلا شلتي كل يوم 50 قرش في الشهر بكام؟ ب1000 ونص. عارفين 1000 ونص؟ اكني داخله جمعيه. 1000 ونص دي في 10 شهور ب 15000 جنيه. 15000 جنيه. لو شلت 1000 جنيه، حتى 1000 جنيه في الشهر ب 10000 جنيه. 10000 جنيه دي انزل اقوم جايبه حته دهب، خاتم 2 جرام ونص، حلق من غير فصوص، حلق صافي، واقوم شايلاه. حته دهب. لميت مثلا 1000 جنيه اروح اجيب بريمه. 1000 ونص هجيب خاتم صغير بتاع طفل مثلا او بتاع اي حاجه، شايلاه. الذهب بيزيد، الذهب بيزيد، شيليه عشان ما تحطوش قدامك. وطبعا في كمان في دلوقتي اجازه المدارس بتاخدي المصروف بتاع العيال الدروس وبتشيلي. فانت اكتر وقت هتشيلي وتحوشي فيه هو اليومين دول، اليومين دولت، علشان دلوقتي اجازه. شيلي جزء للفلوس دي اللي هي تشيلي بيها الذهب هنا، والجزء ده تشيلي بيه تجيبي بيه اي حاجه بقى ايه تفرجي بيها على اولادك. ناقصك مثلا بلوزه، ناقصك شوز، ناقصك بنطلون، عبايه، بنتك عايزه تيشيرت، جوزك عايز تيشيرت، عايز شوز، عايز ابنك عايز بنطلون، هتجيبي لهم. لو محتاجين الحاجات دي جيبي لهم. لكن الفلوس اللي انا هشيلها هنا دي اكني مش موجوده نهائي. دي ما بين الجلد واللحم، دي ما بين الجلد واللحم اكنها مش موجوده. دي اللي هشيل فيها ايه؟ اللي كل شهر هشيل فيها. غير مثلا ايه؟ اما انزل السوق فاض مني مثلا 2 جنيه 3 جنيه احطهم، فاض مني 5 جنيه من اليوم اللي انا احطهم. جبت 10 ايام الحاجات وفاض من ال 10 ايام مثلا دولت، او نص الشهر نزلت جبت حاجات بنص الشهر ب 2000، ما انا باخد 4000 ونص مثلا. جبت مثلا شلت الحاجات دي مثلا 1000 جنيه او كده، والباقي ايه 3000 ونص. 3000 ونص دولت بشيل 50 هنا، بشيل 1000 جنيه مثلا هنا، كل الباقي 2000 ونص. جبت الحاجات مثلا ب 2000 ونص، المكرونات على اللحمه على السمك على مش عارف ايه، والحاجات دي كلها حته زي حتتين زي 3. البطن ما بتقولش لا، وهتاكلي ولادك وهتشبعيهم، وانت هتاكلي وهتدبري وهتوفري كمان. هنا دي الحاجات اللي انت ليكي لاولادك، اللي هي من القرش، من الجنيه، 2 جنيه، 5 جنيه، 10 جنيه تحطيهم هنا. ودي الخمسينات اللي انت شلتيها في الحصاله اللي انت هتشيلي فيها 1000 جنيه، 30 جنيه في اليوم تشيليهم، 40 جنيه في اليوم تشيليهم، 50 جنيه في اليوم تشيليها، زي ما يكون. فاهمين؟ هي دي اللي هتشيل فيها الفلوس. هتوفري في الحاجات دي، هتنجزي انجاز عظيم جدا. مش هتحتاجي تستلفي، مش هتحتاجي تميلي على حد وتقولي له انا عايزه، ما يجيش ابوكي ولا اخوكي ويقول لك اديكي حاجه علشان عارفين انت حالتك مايله وحالتك ما فيش، ولا يبصوا لك مثلا بصه او حد يبص لك. لا لا، ما تخليش الحته دي في دماغك نهائي. انا الفلوس دي هجيب بيها دهب،
الذهب ده هشيله مره على مره، هيجيب لي ذهب كتير، هيجيب لي قطعه. ممكن اشتري بالذهب ده قطعه ارض، اشتري الارض اللي انا نفسي فيها، اشتري الشقه اللي انا نفسي فيها. فاهميني؟ فاهمين انا قصدي ايه؟ عشان ما تحتاجوش لحد، ما تمدوش ايديكم لحد. امشي على الطريقه دي هتبقي ماشيه 100 100. هيصلح حالك ربنا، والله العظيم يا حبايب قلبي. ربنا معاكم وربنا يرضيكم ويرضيكم. بس ما تنسونيش في اللايكات، وان شاء الله الفيديو اللي جاي انقح من الفيديو ده 1000 مره. خلي بالكم حاجات كده، يعني مش هقول لكم ايه، يعني حاجات من الاخر بقى هتدعي لي من قلبك، هتدعي لي من قلبك، لانك انت هتوفري قد كده. بس اصبري عليا، اصبروا عليا، وانا هتشوفوا مني حاجات جميله جدا، وتوفير التوفير، ومش هتبطلوا اكل، هتاكلوا وهتشربوا وهتصرفوا وهتفسحوا كل حاجه. خليكم معايا للاخر وانتوا هتكسبوا. حبايب قلبي ما تنسونيش في الكومنتات الجميله بتاعتكم واللايك، وان شاء الله انا هكبر بيكم. انا كوبايه شاي معلومي.